طب ايه انطباعاتك عن موسم رمضان 2023 ومين اكتر النجوم اللي انت بتقولي لا انا هتفرج على، لو انا عندي الوقت اتفرج على مسلسلين 3 هيبقوا كذا وكذا وكذا؟ عموما انا بتفرج برضو على حاجات، ومنها طبعا الفنان الكبير احمد مكي، لان انا بحب الكوميديا. يعني مهم. دي يمكن ناس كتير ما تفتكرش ان انا بتفرج على الكوميديا، لكن انا بحبها قوي وماليش في الحاجات الدراما قوي. مم. انا احب ياسمين عبد العزيز، واحب دنيا سمير غانم، واحب منى زكي. دي السيدات يعني. واستاذ يعني. وبتفرج على مثلا الاختيار الاعمال اللي بتتناول الوطنية. حاجه وطنيه، يعني قضايا بحبها وطنيه. ايوه. بس يعني بصي ممكن في حاجات كتير، بس انا ما عنديش ان انا لازم اقعد اتفرج التمثيليه من اولها من لاخرها. اولها لاخرها يعني ممكن تجمعي كام حاجه في كام ما حلقه؟ اعرفش. طب على كده بقى استاذه عايده بتحب المسلسلات اللي بتتكون من 15 حلقه على اساس أفضل. دي اقل يعني؟ آه. بما ان في ناس كتير بتحب ان هي المسلسلات تبقى 15 مش 30 عشان يلحقوا يتفرجوا على عدد اكبر. انا شايفه ان هو لطيف، يعني بيبقى مش الطويل قوي ده بيبقى برضو مشكلته ان هو بيمدوا في المشاهد. يعني بحس ان الموضوع عندهم، لكن لما بيبقى مركز كده احلى. انا شايفه كده. طب بالنسبه للفن بقى او السينما العالميه، برضو انتي متابعة ليها عشان نقدر نقول في فرق بين السينما او الفن المصري والفن العالمي؟ بصي التكنيكال انا ما اقدرش احكم على حاجه زي كده من الناحيه الهندسيه. يعني اذا كان في طريقه اخراج الفيلم او كده، انا ما اقدرش احكم، مش انا اللي احكم. لكن انا بتفرج برضو طبعا على حاجات اللي هي يعني هقولك مثلا اللي زي هوليوود بلاك والحاجات ليست والحاجات دي وبرلين. وانا ليه بحب الحاجات البوليسيه كتير، تاني بتابع التمثيليات البوليسيه اللي هي فيها شويه زي زمان ما كانوا بيقولوا ألفريد هيتشكوك وأجاثا ايوه. كريستي. بحب اقعد اخمن يعني هيحصل ايه في اللي بعدها وكده. الحاجات يعني فيها سسبنس، يعني الحاجات اللي فيها تفكير. فكده في حضرتك بتحبي الحاجات الكوميديه والحاجات البوليسيه، يعني في الاثنين اكستريم. ايوه. بس الا بقى لو يعني انا الدراما والحاجات البسايكولوجي دي ماليش فيها مش خالص. بتحبيها قوي؟ مش لا. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.